اهلا وسهلا بحضراتكم معانا. النهارده معانا نتيجه كويسه جدا بعد العمليه تقريبا ب8 شهور ونص. احنا كنا درجه صلع رابعه. استاذ رامي كان التحدي بتاعه ان هو مش هيكمل معانا في مصر. ده سؤال كتير جدا بيجي لنا، ان احنا نقدر بعد العمليه نسافر بعد العمليه بقد ايه، خصوصا الناس المقيمين خارج مصر. ده بنقدر نعمله بكل بساطه، ان احنا بنتابع بشكل دوري على الواتساب بتعليمات بنعوض موضوع جلسات البلازما اللي بعد العمليه بعلاج مكثف، بكورس دوائي مكثف للشعر المزروع. وبنقدر نتابع بشكل مستمر شهريا على الاقل على الواتساب بصور واضحه، ولو في اي تعليمات بنقولها، لو في اي تغيير في التعليمات بنقوله، لو في اي حاجه جدت بنقدر نعالجها. بنتابع مع بعض لحد ما نوصل للنتيجه النهائيه اللي حضراتكم شايفينها، طبيعيه جدا، ما حدش بياخد باله ان احنا عملنا حاجه. وفي نفس الوقت ما نقدرش نبقى مرتبطين ان احنا نقعد في مصر طول اول 6 شهور عشان نطلع بنتيجه كويسه. الحمد لله كتير زي استاذ رامي بنعمل عمليه وبنسافر ايفن بعد اسبوع من العمليه. صار بيجي لنا كتير جدا بشان السفر بعد العمليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين النتيجه جميله جدا، طبيعيه جدا، الهير لاين طبيعي، الكثافه طبيعيه، محدش بيعرف خالص ان احنا زرعنا شعر. بنبارك له ان شاء الله الشعر هيتحسن عن كده في خلال اول سنه ونص من العمليه. شكرا، ده فضل الكلام.